السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بيكم في قناة إيمي السيد. النهاردة هنعمل لكم وصفة جميلة جدا طلبتوها مني كتير، وبطريقة سهلة جدا جدا وبطعم تحفة وأولادك هيحبوها. هنجيب النهاردة نص كيلو دجاج، مقطعاه بقطع زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده كده. تكون قطع صغيرة عشان لما تيجي تفرميها تبقى سهلة عليكي في الفرم. معايا هنا معلقة كبيرة فيجيتار ناعم، بارد أو حر حسب ما تحبي. معلقتين بقسماط ناعم. معايا نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة بابريكا، نص معلقة كاري، نص معلقة كمون، معلقة ملح، نص معلقة بيكنج باودر. تمام. ده اختياري، بس انا بفضل ان انا احطه عشان تبقى الفراخ من جوه هشه كده. تمام. دي البهارات اللي قلت لكم عليها، وهكتبها لكم كمان في صندوق الوصف. الكاري اللي انا حطاه كنت حاطه كاري هندي، لان بيديني طعم وريحه مميزه كده، انا بحبه جدا جدا في الاكلات بتاعتي. فانتي المتوفر عندك انتي ممكن تحطيه. بعد كده بحط الفراخ بتاعتي في قلب الكبة والبهارات، وبفرمها فرم ناعم جدا جدا. وبعد كده بنزل عليها البقسماط، وبتتفرم كويس جدا. وبعد كده بجيب بيضتين عليهم ربع كوباية لبن. تمام. وبقلبهم في بعض علشان اغلف بتشكلي الفراخ حسب ما تحبي. تمام. وبعد كده بغلفها بالبيض علشان تلزق في الكريسبي. الكريسبي ده بيجي من عند العطار، بيجي هو الكيلو تقريبا، مش غالي، من عند اي عطار هتلاقي منه ناعم وخشن. جيبي اللي هو الكريسبي اللي فيه انعم من كده. ولو ما كانش متوفر كريسبي ممكن تحطي البديل بتاعه البقسماط. ولو ما عندكش بديل بقسماط برضه، يعني البقسماط ممكن تعملي بديله اللي هو العيش الفينو، بتفرميه في المصحنه وبتحطي عليه البهارات والتوابل بتاعتك، بيبقى طعمه تحفه كمان. يعني كلها حاجات من قلب البيت، انتي عارفة ايه اللي داخلها، ومتصنعات من تحت ايديكي، وبألف هنا وصحة لأولادك وليكي. ولو وصلت معايا لغاية الفيديو لحد اللحظة دي ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك للقناة عشان كل مرة انزل لكم وصفات احلى واجمل مع ايمي. شكرا.